قالت أنا ولدي اليوم قصاصة بعد صلاة الجمعة، ودقوا علي وقالوا تعالي زوريه الزيارة الأخيرة، وأنا الآن في جبال هالسروات اللي أنا فوقها في تبدي، وادعي قايمة قاعدة أن الله يفرج على ولدي. قالوا وش مسوي؟ قالت صارت له مشكلة مع واحد، قال إن شاء الله أنه ما ينذبح اليوم. قالت يا رجال دخلوا فيها شيوخ ودخلوا فيها أمراء قبائل ودخلوا فيها من كل بديدة، ما طلعوه ولا سووا شيء، أنت جاي ماسك سيرة وبتزور لك سجين وبتطلع ولدي. هذه الراوي فيها خلف مذيخر الهذلي، وهذا خلف مذيخر ما شاء الله راوي متمكن، وذكر قصة جميلة جدا. يقول يا أبو عبد العزيز، والكلام للجميع هو طبعا ناشرها، يقول في عام التسعينات في أحد المرضى في مستشفى شهار، والمستشفى شهار اللي ما يعرفه خاص بالأمراض العقلية والنفسية، ومنشأ قديم وموجود في مدينة الطائف ومحافظة الطائف. هذا الرجل عنده انفصام شخصية، اسمه أبو غريب الشلوي الحارثي، أصيب بانفصام شخصية وبالتالي استدعي أنه يدخل هذا المستشفى، وصاروا يعالجونه حتى أن حالته صارت إلى حد ما مقبول أنه يطلع يوم الخميس والجمعة، و4 أيام أو 5 أيام يكون في المستشفى. وهذا أبو غريب فيه حكمة وفيه هذا، لكن أحيانا يجيه عدم توازن وبالتالي يحتاج علاج. يوم جاء ذاك اليوم يطلعونه يوم الأربعاء العصر، يوم جاء ما قف السيارات وينشد عن خويه له، قال خويك هذا مسجون في محافظة الباحة، ومثل ما قلت لكم القصة هذه في التسعينات، معه مدري 100 ريال 150 ريال، ويوقف له تاكسي، قال بك توديني محافظة الباحة. اركب مع هاك التاكسي ويجي محافظة الباحة، سأل عن السجن، قالوا السجن هذا هو. قال ابغى ازوره، قالوا الزيارة فيه الجمعة الصبح، إذا جت الساعة 7 الله يحييك. ويجي ولا والله هو طبعا بحكم انه في هالمستشفى وعناية وجهه ابيض واصبح ويلق. الرجال احيانا تنقد عليه واحيانا ما تنقد عليه. يوم جاء مع الناس اللي بتزوره ويلقى هكا العجوز تصيح، قال يا خاله وش فيت؟ قالت وخر عني انا فيني بلوى. قال يا بنت الحلال وش فيت؟ في كثر عليها وكثر عليها. قال والله ان شاء الله اني لساعدك، علمين وش فيت؟ قالت انا ولدي اليوم قصاصة بعد صلاة الجمعة، ودقوا علي وقالوا تعالي زوريه الزيارة الأخيرة، وأنا الآن في جبال هالسروات اللي أنا فوقها في تبدي، وادعي قايمة قاعدة أن الله يفرج على ولدي. قالوا وش مسوي؟ قالت صارت له مشكلة مع واحد، قال إن شاء الله أنه ما ينذبح اليوم. يقول هو. قالت يا رجال دخلوا فيها شيوخ ودخلوا فيها أمراء قبائل ودخلوا فيها من كل بديدة، ما طلعوه ولا سووا شيء، أنت جاي ماسك سيرة وبتزور لك سجين وبتطلع ولدي. قال يوضع شو اسمه، يوضع شو اسمها سر في أضعف خلقه. قالت والله ما هو بالظاهر. يقولوا ويطلع ما زار خويه، عندهم جنب السجن مكتبه، ويجي يلقى هاك الشنطة الدبلوماسية اللي انتم خابرينها السمسونايت ام ارقام جديدة، هذا كبرها سوداء، ويشتريها ويروح لسوق البشوت ويشتري هاك البشت، ويتشخص ويروح لساحة القصاص ويصلي الجمعة. يوم جاء بعد صلاة الجمعة ويصل الساحة، ولا والله طاقنا البشت ووجهنا أصبح ومعها الشنطة الدبلوماسية. يوم شافوها العسكر قالوا هذا من رجال الأعمال اللي لعل الله سبحانه وتعالى يحدث على يده الشيء. المهم الرجل يوم جاء العسكر قال بروح أنا أبي الضابط، ويسمحوا له ويدخل. قال للضابط ايش عندك؟ قال ابي اكلم اهل الدم وينهم؟ قال ليش عندك؟ قال لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علي يدي شيء ما فتح علي يد غيري. ولا والله الضابط متعاون مع الشاب اللي بيقص. قال شوفوا اولياء الدم لعيال الرجال موجودين كلهم، جاهم قال يا الربع ابوكم مات وانتقل الى الرفيق الاعلى، وماتت هالولد مهم رجعة ابوكم، وانتم الان في ظروف وفي حاجه، واطلبوا من امور الدنيا وانا حاضر. قالوا يا ابن الحلال، قالوا هو هالشنطة معه وتلق وسودة، قالوا هو يكثرون عليه، كثر عليهم يا الربع هذا وحيد امه وانتم الان محتاجين. يقول يوم كثر عليه قالوا تقدر على اللي نطلبه؟ قال نقدر. قالوا نبي 3 ملايين ريال. قال بس؟ قال إيه. قال ويطق على الشنطة طقتين، قال ابشروا بالخير.
قالوا أجل ترى أنا تنازل. زين. ولا والله شيء جت من الله سبحانه وتعالى. ولا فيه المحكمة عادة يوم الجمعة يصير فيها فرع لمثل هذه الأحداث على أساس يروحون للقاضي على طول. ارسبوا رجل الأعمال خوينا أبو غريب في سيارة الشرطة وهذول يركبوا في سيارتهم وعلى طول وروحوا هالشرطة اللي الشرطة لحالها تروع، وروحوا طال عمرك الفرع المحكمة. يوم دخلوا على القاضي قالوا هذا أولياء الدم وهذا الله يجزاه خير رجل الأعمال وهذا. قالوا بتدفع الدية؟ قال لي. قالوا يوم فتحوا الشنطة لما فيها الا كروتها الجديدة حتى ما شالها ما شقي. قالوا وين الدراهم؟ قال انا ما معي الا 50 ريال هذه عسى توصلني للطايف. قالوا وين تشتغل انت؟ قال انا في مستشفى شهر. قال موظف في المستشفى؟ قال لا والله من من مرضى المستشفى. وشلون؟ هالحين تفكهم القصاص والعالم مفضت والعالم صار عندها خلاص انهم تسامح الرجالين. ولا والله صار الشيخ ضايق منه يا ولد. قال والله هذا. ولا صارت قضيه قال الرجل هذا سجنوه كان الظاهر الامير نايف بن عبد العزيز هو وزير الداخليه ابرقوا للامير نايف بن عبد العزيز وبلغوه بالواقع. قال تاكدوا من مستشفى هذا من مرتاد المستشفى. والله تواصلوا مع المستشفى. يوم تواصلوا معه قالوا نعم. وش جابه لكم ابو غريب هذا بس خميس وجمعه نطلعه والباقي عندنا. قالوا والله جابه حظ ونصيب هالعجوز اللي كانت تدعي الولد. لكن هذا الوضع. قال اجل يدفع ما دام هذين قبلوا بالديه تدفع من بيت مال المسلمين 3 مليون. كفو غريب هذا سكروا عليه لا يطلع من المستشفى. ما شاء الله. وهذا يا اخوان سبحان الله يعني الله يعني كريم سبحانه وتعالى ضاقت فلما استحكمت حلاقتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. اللي عنده بلوى اللي عنده ضيقه جاب الله هالإنسان اللي معه انفصام شخصية من الطائف إلى السجن ويشوف هالعجوز اللي ربما أنها دعوتها استجيبت لها. يعني يقول حتى شاعرهم يقول يا عوض علم المجنون والصاحي. شاعر بني حارث يقول يا عوض علم المجنون والصاحي المجنون يسوي 100 عاقل وصاحي. الله الله يعني الله. الكلام هذا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم آياته إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت السماء ملكوت كل شيء وإليه ترجع الأمور. يا أخوان إذا عندك ابتلاء إذا عندك بلوى إذا عندك هذا أول ما تتوجه إلى سجادتك إلى الله سبحانه وتعالى في مكان في ركن في بيتك يعني سبحان الله صف ضميرك وتناجم مع ربك واطلبه. أنت تطلب بني آدم اللي خالقه اطلبه. ليش تطلب بني آدم؟ توجه له. هالمرة هذه اللي في السجن ومكلومة جاها رجل من مستشفى المجانين وهو معه مرض الفلاني ويدخل عليها ويهيئ الله له أنه يطلق سراح ولدها. من اللي رتب الكلام هذا ومن اللي خلاه يشتري شنطة دبلوماسية ويلبس مشت ويجي؟ لو تقول الكلام هذا ما حد صدقه. أنا ذكرتها بالأسامي وبالوقائع وهي موجودة ومثبتة. يا أخوان اللي عند الله سبحانه وتعالى عظيم اللي عند الله سبحانه وتعالى قريب إذا ناجيته وإذا طلبته. إن كان عندك مريض إن كان عندك مسجون إن كان عندك حتى الله يعافينا وإياكم فيه بلاء ولا في أمر من أمور الدنيا اطلبوا الله قبل ما تطلبوا المخلوقات والله ييسر لكم الأمور كلها. أسأل الله العلي العظيم أن ينفع بهالقصة وجزاكم الله عنكم.